الشتا جت بقى والكرنب يحلى والقرنبيط يحلى وحلاوة الأكل الشتوي والبصارة والعدس والحاجات الحلوة الجميلة دي والقلقاس المخضر. الحاجات الحلوة دي بقى الشتوية. تعالوا نعمل مع بعض. هنحط دقيق، هنحط كركم، هنحط فلفل اسود، هنحط كمون ومعلقة نشا وننزل بالمية ونقلب الكلام الجميل ده كله. اعملي الخلطة دي ما لهاش مقادير، انت بنظريتك كده هتعملي على قد الحاجة اللي انت عايزاها. تمام. دي خلطة القرنبيط. كمون وكزبرة ودقيق ونشا وكركم، اهم حاجة الكركم. تمام. ومعلقة البيكنج باودر هتخلي لك القرنبيط مقرمش وجميل وتحفة. أكلات الشتاء كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ بالقرنبيط وبعد كده البصار وبعد كده القلقاس المخضر، الحاجات الحلوة التحفة اللي انتم بتحبوها دي. هننزل بقى بالكزبرة والبقدونس والشبت كله مخرط على بعضه كده زي ما انتم شايفين من الجمال الحلاوة والطعامة. قرنبيط هتاكليه هيوديكي في حتة تانية خالص. وطبعا ظبطي الملح، متنسيش الملح بتاعنا. تمام. معلقة صغيرة بقى بيكنج باودر اهو عشان تنفشلك القرنبيط كده وتخليه مقرمش وتخليه ما يشربش زيت. تمام. والنشا كمان نفس الكلام بتاع البيكنج باودر. هنحط بقى البيض. طبعا البيض برضو زي ما انت عايزة، حطي بيضتين، حطي 3، حطي ان شاء الله تحطي 10. كل ما تكتري البيض للقرنبيط كل ما هتاخدي طعم حلو ونفشة في القرنبيط. تمام. قلبي بقى الكلام ده كله مع بعضه. طبعا احنا سلقنا القرنبيط، بتحطيه في مية وملح بعد ما تغسليه وتقطعيه، بتنزلي بيه في المية والملح وتسلقيه. تمام كده اهو زي ما انتم شايفين كده الجمال ده والحلاوة دي. قرنبيط من الآخر. الله. اتفضلوا معانا. يلا نقطع القرنبيط بقى ونحطه في الخلطة بتاعتنا الجميلة دي زي ما انتم شايفين كده. انا بعين الضلوع بتاعته دي بقطعها وبخلي بس الزهرة نفسها اهي زي ما انتم شايفين كده. الله. يلا اعملي القرنبيط ودفي البيت كده. البيت لما يكون فيه قرنبيط او محشي او قلقاس مخضر يا جمال بيبقى دافي كده وتحبي تعملي اي حاجة لاي حد في يوم القرنبيط ده. الله. شايفين الخلطة جميلة ازاي. هغطس بقى القرنبيط كده في الخلطة الحلوة دي زي ما انتم شايفين كده اهو. الله. هنغطسه كويس ونشربه من الخلطة علشان ما تبقاش واحدة عريانة، كله يبقى متغطي بالخلطة بتاعتنا دي. الله على البقدونس والجمال والحلاوة. شايفين المنظر يا جماعة؟ منظر جميل يفتح النفس كده. يلا نروح بقى نسخن الزيت. طبعا انا حطها بيسخن وهنروح نودي القرنبيط بتاعنا كده على الزيت السخن. الله على الجمال اهو زي ما انتم شايفين كده. هنملى الطاسة بقى بالقرنبيط والزيت يبقى سخن معانا كده ومقدوح. وبعد كده توطي عليه، يعني تقدحي الزيت الاول وتحطي القرنبيط بتاعك وبعد كده توطي عليه شويه تسيبيه يستوي براحته علشان ما يبقاش ني من جوه. تمام. الله. شكل منظر تحفه يفتح النفس يا جماعه بجد. القرنبيط من الحاجات الجميله اللي كلنا بنحبها ومغذيه جدا، وممكن تديه للاولاد في السندوتشات كمان في المدرسه بيبقى جميل جدا. الله. شايفين الجمال؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي في الكومنتات ودعموني بلايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ أكلات مصرية. لو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي معايا. ربنا يسعدكم يا رب ويفرحني بكم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الجمال والحلاوة؟ اتفضلوا معانا. بألف هنا وشفا اللي أكل وبألف هنا وشفا اللي هتقوم تعمل قرنبيط. دفي بيتك ودفي ولادك واعملوا لهم الأكلات الحلوة الجميلة دي. شايفين بقى المنظر؟ الله. جميل تحفة. بيفكرني القرنبيط ده بالكفتة ام رز. اول ما تطلع يخطفوها اهو. القرنبيط التاني اول ما يطلع بيخطفوه من بعضهم كده، ما بلحقش احمر القرنبيط ورا بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استودعكم الله، اشوفكم في فيديو جديد وانتظروني في الاكلات الشتوية الجميلة. مع الف سلامة.